وضع غير مسبوق. علاش؟ لان صحيح منطقه الساحل تعيش على واحد يعني فوهه بركان، وما ننسوش باللي النظام الحاكم في الجزائر يتحمل مسؤوليه الكثير مما حدث في منطقه الساحل. هو تواطأ مع فرنسا لمده عقود. فرنسا التي عاتت في منطقه الساحل واستغلت الخيرات نتاع شعوب تلك المنطقه. حاليا كان عنده دور، وانا بكل صراحه الاشقاء في النيجر عندي تواصل معهم، الكثير منهم مازال حاسبين باللي النظام الحاكم في الجزائر اللي يرفع شعار الثوريه يحب لهم الخير ويحب الخير. هو ما حبش الخير حتى لبلادنا، وما حبش الخير لشمال افريقيا، غادي يحب الخير لمنطقه الساحل. كانوا ظنوا بان هذا النظام راه في مواجهه مع فرنسا، وان ما حدث في منطقه النيجر يعني سيساعدهم النظام في التخلص من نفوذ فرنسا. النظام تاع الجزائر الهدف نتاعه الاول والاخير هو استمراريه حكمه واستمراريه سطوته على اراده طبعا الشعب الجزائري. الوضعيه اللي راها فيه حاليا هو وضعيه الواحد اللي قاعد دون كارفور، يعني في مفترق الطرق. ما حب يتخلى على فرنسا اللي دعمته لمده عقود منذ الاستقلال السوري سنه 1962. ما حب يتخلى ايضا على الدعم على يعني ماهوش دعم امريكي، ولكن خايف من غضب امريكي عليه بعد طبعا ما حدث في زياره الاخيره نتاع تبون الى موسكو، توقيع ما يسمى اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه، وانا اللي سميتها اتفاقيه او معاهده الروسيه، يعني معاهده الحمايه الروسيه. هو حاليا راه في واحد الوضع اللي يخليه لن يعني سيتعرض لممكن غضبة الجميع. علاش نقول هذه الكلمة؟ لأن اللي يبغى كل شيء يخلي كل شيء. هو يحب يمشى لروسيا، ارتمى في حضنها، عاود تفكر بلي فرنسا ما خاصش يسمح فيها، لان فرنسا ماهيش بالامر من السهل باش تنسحب خصوصا من النيجر، لان هناك مصالح استراتيجيه وعلى راسها الطاقه النوويه واستغلال اليورانيوم بثمن اقل. وهنا في هذا الاطار انا نفتح قوس باش الناس تفهم بان فرنسا ما تشريش فقط اليورانيوم، ما تاخذش فقط اليورانيوم من النيجر، لكن الكو يعني اليورانيوم اقل ثمن اللي تاخذه هي اللي تاخذه من فرنسا من النيجر، لانه مسيطره على تلك المناجم. هي تشري ايضا من تركمانستان. لا يهمنا هذا الموضوع، اللي يهمنا هو ان هذا النظام الذي كانت له المسؤوليه المباشره مؤخرا في تسهيل ماموريه لامبلونتاسيون، يعني وضع ارجل لمجموعه الفاغنر في منطقه الساحل، وعلى راسها دوله مالي. هذا النظام راه تشوف فيه الولايات المتحده الامريكيه حاليا بواحد النظره نتاع الريبه، لان تمت مساءله احمد عطاف اثناء استدعائه الى واشنطن من طرف الخارجيه الامريكيه حول حيثيات التنسيق الموجود بين روسيا بوتين ونظام العسكر في منطقه الساحل. هذا النظام الذي كان خرج الملف نتاع غاز اللي يمر عبر النيجر، يعني نيجيريا النيجر عبر 11 دوله في غرب افريقيا، هذا يعني خرج هذاك المشروع فقط للوقوف ضد المصالح نتاع المغرب، لان المشروع نتاع انبوب الغاز نيجيريا النيجر المغرب النظام الحاكم في الجزائر اجهضه في بدايه سنه 2000، لانه اصلا كيفاش واحد يحب يكون عنده ان كونكيرون في السوق الاوروبيه يعني. فبالتالي هو اراد فقط الوقوف ضد يعني اجهاض المشروع نتاع الغاز اللي يمر عبر 11 دوله في غرب افريقيا الى المغرب ثم الى اوروبا. النظام الحاكم في الجزائر متورط في علاقاته المشبوهه مع الجماعات الجهاديه في منطقه الساحل. هو يوظف جماعات لحسابه، والكل انكشف هذا الامر في عمليه تيغن تورين في سنه 2013 عندما زار جيمس كاميرون بوتفليقه وقال له باللي هادو جماعتك وهادو جماعتكم هما اللي راهم دايرين هذا الخلاط في المنطقه. بالتالي اعتقد ان عدم امتلاك هذا النظام لفكر استراتيجي وعدم امتلاك لرؤيه واضحه، ونزيدك اكثر من امر هذا عدوانيته مع محيطه وبالاخص مع المملكه المغربيه راهم خليتها الان في سي وليد تسمح لي واحد الجمله قلتيها. هذه الهضره قيلت لي من طرف جزائريين اللي هما خارج البلد. السؤال دابا هنا اللي قلتي يفتقر الى فكر استراتيجي، بغينا نعرفوا شكون باقي في هذيك البلاد. كاع الناس اللي هما متنورين شويه خرجوا جراو عليه برا، شكون اللي كيفكر لهذا النظام هذا اللي يدير هذه الاخطاء بهذه الطريقه يعني؟ والله بكل صراحه انا راني نرددها مؤخرا. اصبح النظام هذو اللي راهم في الحاكمين النظام تاع الجزائر اصبحوا كالايتام منذ ذهاب بوتفليقه على الاقل كان عنده فكر، وكان يتصرف بمنطق رجل الدوله، وكان عنده ان بلانينغ. هؤلاء حاليا يفتقدون الى فكر سياسي، لان العسكر هم الذين سيطروا على السياسه حاليا. هناك معسكره لمؤسسات الدوله،
جميع مؤسسات الدولة تمت عسكرتها بما فيها الصحافة. راهم الصحافة في الجزائر تمت عسكرتها. لا يوجد حاليا يعني ناس يمتلكون فكر داخل نظام الحكم من يعني لإنقاذ ماهوش الدولة بقدر ما إنقاذ نظام حكمهم، لأن التهديد حاليا استمرارية هذا النظام راها في خطأ. يعني هذا النظام بروحه راه الأخطاء اللي راه يرتكبها مؤخرا راه يشكل خطر على استمراريته، لأن كي نشوفوا الناس اللي يدافعوا على هذا النظام من طرف النخب نتاعه والأبواق نتاعه يتكلمون بلا منطق وبلا عقل، بل وصل بهم الأمر على أن تبون يرتكب أخطاء فادحة في لقاءاته الصحفية وفيبررون أخطاءه وفضائحه التي أضحكت العالم. وبالتالي الوضع خطير. أنا نقولها لك بكل صراحة، وهذه ماهوش مبني على تحليل ولا معطيات ومعلومات. الوضع صعب جدا. هؤلاء الذين يقبعون على جثام رقاب الجزائريين ويحكمون الجزائر حاليا ليست لهم رؤية ماهيش بعيدة المدى، ما عندهمش حتى رؤية قصيرة المدى في التعامل. الناس يا سي وليد، هذه الجملة هذه راه عندها واحد الدلالة قوية. هذه النظام ما بقاش قادر ينقذ راسه، ماشي الدولة، بما ان الدولة غرقات. شوف باش ندير يحاول المجموعة واش ينقذوا راسهم ولا لا. هذه راه جملة قوية هذه. صح، وهذه حقيقة. وحاليا جانب من النظام داخل النظام ما حابينش استمرار هذا تبون في الحكم. هناك آخرون يريدون استمراره. وضعه الصحي والأمانة بعثوا خبراء لألمانيا من أجل إعداد تقرير حول هل هذا الرجل له القدرة البدنية والذهنية لمواصلة والبقاء. نقولها لك بكل صراحة، هذه معلومة. هذه الذهنية خطيرة، هذه إذا الرجل حمق. هذا صحيح. هذه معلومة ماهيش الآخر، هذه معلومة نقولها. هل له القدرة العقلية والذهنية لمواصلة المشوار في العهدة الثانية. وبالتالي الوضع ماهوش سهل. وزادت المشكلة نتاع النيجر، المشكلة نتاع منطقة الساحل. النظام في الجزائر باقي له حدود واحدة آمنة، هي الحدود المغربية. النظام هذا الذي لا يعي الأمان الذي راه يعيشه على الحدود الغربية، وما راهش مقدر واحد البلد اللي عنده دور كبير وعنده عراقه بكل امانه وبكل صدق، وماهوش مجامله للاشقاء المغاربه والمغرب، لا ابدا. هذه المنطقه نتاع شمال افريقيا والساحل لو كان ما يقودهاش المغرب في هذه الظرفيه مشات. البلد الوحيد الذي له القدره على قياده المنطقه وعلى حل مشكله الساحل وعلى لعب الدور الحاسم في انقاذ شعوب المنطقه من حمام الدم والحروب ومن المشاكل هي المملكه المغربيه. باقي الدول وعلى رأسهم هذا النظام المفلس، هذا النظام الفاشل اللي يحكم في بلادي ليس له الأهلية حتى ليحكم الجزائر، فما بالك بدول الساحل أو دول الطوق التي تدير يعني دور الجزائر. زيدك أستاذ منار، لما جلالة الملك خطب في الخطاب العرش الأخير، وأنا كنت صرحت بها وكتبت عليها، ووصف العلاقات بالعلاقات المستقرة. هو أولا استعمل مصطلحا فيه رقي وادب واعطاء واحد الطاقه الايجابيه للشعبين الجزائري والمغربي. وفي نفس الوقت نبه الملك في خطابه على ان ما معنى العلاقات المستقره. الوضع في الجزائر في وضع حاله انعاش. ليطا الجيريان راها اون ايطات كوما، راها في حاله انعاش. والكي يكون واحد في حاله انعاش نقولوا له حالتك مستقره، راك في ايطا كوما، في العنايه المركزه. هذا النظام شل منطقه شمال افريقيا وقام بأعمال قذرة في منطقة الساحل، وحاليا راه يشكل تهديد لاستمرارية الدولة الجزائرية، وراه يشكل نفسه تهديد. هو راه داير روحه على الحيط. علاش؟ لأن هؤلاء لا يمتلكون استراتيجية، لا يمارسون السياسة، تركوا العنان للعسكر. العسكر الذي اختطف المؤسسة العسكرية واختطف مؤسسات الدولة. هؤلاء عصابة تحكم بلادي ويتعاملوا منطق العصابات ومنطق المافيا. والاوروبيين والقوى الكبرى مازال ما فهموش بان هادو ما عندهمش ثقافه الدوله. هادو عباره عن مافيا حاكمين في بلد مساحته اكثر من 2,300,000 كيلومتر مربع، وهو نظام حكم غير جاد. إني با كريديبل، إني با سيريو. منين تشوف تبون لما يتكلم في لقاء صحفي يتكلم بعقليه غير جاده وكانه يتكلم في مقهى، هذا معناه على ان هذا النظام الذي فقط من حظه يسيطر على ابار نفط ويصدق والغاز فقط، ويستعمل هذه الاموال في شراء السلم الاجتماعي والقوى الكبرى تاخذ حصتها.
هذا النظام يشكل خطر على الجزائر، وتغييره ماهوش حتميه وطنيه، بل كما قال لي مؤخرا الوزير التونسي سابق صديقي، قال لي اصبح اسقاط نظام العسكر في الجزائر حتميه مغاربيه. لازم كلنا نتحركوا، بل شعوب دول الساحل لازم يفهموا باللي الجميع منا لازم نشدوا في المملكه المغربيه، لانها الوحيده القادره على انقاذ هذه المنطقه، والقوى الكبرى وعلى راسها فرنسا لازم تعي بان النظام الكريديبل والجاد والوحيد في المنطقه هو النظام المغربي، والمغرب كدوله عريقه. وهؤلاء العصابه اللي راها تحكم في الجزائر، هؤلاء اذا لم يتدارك الغرب خصوصا لخطوره ما يقوم به هذا النظام في حق شعوب شمال افريقيا وشعوب منطقه الساحل، ستكون الكارثه. هذا هو الكلام اللي نوجه. اين هو الشعب الجزائري؟ نقول لك بكل صراحه، الواقع الحقوقي والانساني في الجزائر فيما يخص كل صوت يعارض ولا ينتقد هذا النظام هو واقع مؤلم. هناك سياسه قمع وترهيب سخرت لها هذه السنه برسم ميزانيه 2023، ميزانيه وزاره الداخليه تقريبا 8 ملايير دولار. يعني سي وليد تذكر بهذه القضيه، الاعتقال ديال الاب ديال انور مالك 90 سنه. صح. انا كنت تواصلت معه منذ يعني في المساء، وطبعا اعتقاله واشقائه، وهم عائله مجاهده وجدهم شهيد، ومع الاعتقال ذكر والده باعتقال القوات الفرنسيه في 57. يعني نفس المداهمه، فقط الفرق المداهمه كانت بالنسبه للفرنسيين كانت في منتصف النهار، وهذو طاحوا عليهم في الفجر. يعني كاين واحد الواقع مؤلم حقوقي يعاني منه الجزائريون، القمع، الاعتقالات، السجن دون محاكمات. بكل صراحة الشعب الجزائري حاليا يعيش وضع صعب للغاية، لكن أنا أعتقد بأن إذا استمر هذا الوضع على حاله سيقع الانفجار لا محالة، لأن النظام حاليا منتشي بما كما نقولوا حنايا لي روسات نتاع المحروقات، ويحاول أنه يسكت ويطلع من الميزانيات نتاع الدفاع والداخلية. لكن دون لو برومي فياج، واذا عاود رجعت الازمه الاقتصاديه، واذا توفرت ظروف حقيقيه، سيخرج الشعب ونزيد واحد النقطه مهمه. رغم البحبوحه الماليه، الى ان سوء التسيير من طرف هذا النظام، معسكرات تامه لمؤسسات الدوله، خلات الشعب الجزائري حاليا يعيش واحد يعني القدره الشرائيه نتاعو ما تسمحلوش حتى باش يشري الفواكه مثلا في هذا الصيف، الفواكه الموسميه واللي قال عليها تبون اننا انتجنا 35 مليار دولار من الخضر والفواكه. الجزائري اصبح بالنظر الى الحد الادنى الاجور لا يستطيع شراء فواكه موسميه تنتج بالجزائر. بالنسبه للوقوف ضد هذا النظام، وبالنسبه للدعوه الى تغيير حقيقي، الشعب ما يتحركش اذا ما كانش عنده امامه مشروع بديل تقدمه المعارضة. وأنا كنت دعيت عدة مرات الأخوة في المعارضة إلى تأسيس جبهة موحدة وإلى العمل ضمن إطار مؤسساتي، لأن عندما تشتغل ضمن إطار مؤسساتي سترعب النظام مرعوب حاليا مما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرعوب من مواجهتنا له بالقلم وبالفيديوهات. لكن الأكثر رعبا للنظام الحاكم في الجزائر هو أن تتوحد الأصوات الجزائرية خصوصا الموجودة في الخارج من أجل المواجهة وتقديم مشروع بديل وتقديم مشروع الدولة الوطنية الجديدة. لأن خلاص هذا 60 سنة هذه الجمهورية التي يسميها الجمهورية الديمقراطية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هذه خلاص انتهت. الجزائر بحاجة إلى جمهورية جديدة، الجزائر بحاجة إلى بناء إلى عقد اجتماعي جديد، وهذا ما يقدرش يديره إلا النخب والمفكرين المعارضين للنظام الذين يمتلكون القناعة بأن الإصلاح في الجزائر يمر عبر التغيير الجذري لمنظومة الحكم. إهانة تبون للشعب الجزائري بخرجته. أنا كنت درت فيديو مؤخرا ودرت عليه عنوان قلت له: يا تبون أرجوك توقف عن الإساءة للجزائر. الإهانات التي يقوم بها هذا الرجل هي إهانات جديدة على الشعب الجزائري، بالنظر للإهانات اللي كان يديرها النظام في حق الشعب الجزائري منذ 1962. الآن دخلنا مرحلة السبيانية، دخلنا مرحلة رئيس ما يعرفش يتكلم ويخاطب شعبه، رئيس ما يعرفش يمثل البلاد أمام المنتظم الدولي. دخلنا لواحد المرحلة هو أن الناس الآن في العالم
المفكرين راهم ينظرون بشكل من الغرابة والحيرة إلى هذا الرجل وإلى شريكه في الحكم الذي يتعدى على صلاحيته كقائد الأركان ودرك راه يمارس صلاحياته كوزير الدفاع. العالم رجع الجزائر، هذا النظام وهذا الشخص رجع العالم في حيرة. ونزيدك واحد النقطة مهمة، الغرب الآن التخوف نتاعه، لأن احنا في الجزائر الموقع نتاعنا الجغرافي هو اللي يشكل تخوف بالنسبة للغرب، بالنسبة للقوى الكبرى. احنا راهم لاقين صعوبة كيفاش يتعاملوا مع هذا النظام الأحمق، هذا النظام الذي لا تجد تفسيرا لعدوانيته مثلا تجاه المغرب، لا تجد تفسيرا لممارساته في الإعلام تجاه المغرب بالدرجة الأولى. هذا النظام الذي احنا كجزائريين مسؤوليتنا باش ندفعوا نحو التغيير، لكن التغيير لن يمر دون بناء أو العمل في إطار مؤسساتي، دون تقديم مشروع، دون تحرك الشعوب المغاربية. هذه منطقتنا، هذه احنا انا تفكيري يتجاوز حدود الجزائر. احنا رانا في خطر في ظل هذا النظام. نحن شعوب شمال افريقيا، بل القاره الافريقيه تعاني بسبب هذا النظام الذي قسم الاتحاد الافريقي. احنا لا مشكله استغلال ثروات القاره الافريقيه بسبب عماله هذا النظام بالدرجه الاولى. هذا النظام اللي ما يحبش ان الدول المجاوره به تكون في خير وفي سلام. هذا النظام الذي مشى واحد الجمهوريه وهميه دخلها ضمن الاتحاد الافريقي ويخسر عليها المليارات باش تبقى كومينال. المقعد نتاعها انا سميته الجيري بيس، يعني مكرر، جزائر مقعد مكرر في الاتحاد الافريقي. هذا النظام اللي يتاجر بالقضيه الفلسطينيه واللي بسببه اضعف الموقف العربي الاسلامي التضامني مع القضيه الفلسطينيه. هذا النظام علينا ان احنا مش فقط احنا الجزائريين، على الشعوب المنطقه ان تعي جيدا باننا راه عندنا واحد الروشي كما قال واحد الاخ، راه عندنا واحد لوبستاكل في الوسط خاصنا نقلعوه، واحد الحجره خاصنا نقلعوها باش الماء يتمشى في الساقيه. عندنا مشكل راه اصاب المنطقه نتاع شمال افريقيا بالشلل، بل اصاب القاره الافريقيه بالشلل. احنا لو كان ماشي هذا المشكل الخلاف، لو كانت العلاقات طبيعيه بين المغرب والجزائر، ولو كان احنا بنينا الاتحاد المغاربي منذ 1989 وفكره الحسن الثاني انذاك، هل كانت مثلا تونس لتعيش المأزق الاقتصادي اليوم؟ ابدا. هل كنا لنعيش الوضع الاقتصادي المزري في المنطقه نتاعنا؟ ابدا. كنا نعيش الازدهار. لكن هذا النظام الذي ينفذ املاءات سياسة استعمارية تمتد إلى القرن التاسع عشر ضد المنطقة، وعلى وجه الخصوص ضد الدولة العريقة، ضد الدولة الأمة اللي كانت مستقلة في القرن التاسع عشر اللي هي المملكة المغربية. هذا النظام هو حاجز وواحد حجرة عطر، إذا ما قلعناهاش في أقرب وقت سندفع الثمن. وكل ما تأخر التغيير كل ما كانت الكلفة أكثر، كل ما كانت الكلفة أكثر. الجزائر البارح كان تدشين اخر مقطع من طريق السيار ما مشاش دشناه. هذا الرجل لا يمتلك شعب، عنده شعبيه في لي ريزو سوسيو نتاع الذباب فقط، هذاك نتاعهم. لكن اللي عنده الشعبيه لازم يخرج للشارع. الرئيس الذي احتك مع الشارع هو ماكرون لما زار وهران. وين راه الاحتكاك نتاع تبون من نهار اللي يحكم، من نهار اللي تعين على قصر المراديه؟ وين راه الخرجات نتاعو مع الشعب؟ لا وين راه لقاءاته مع الشعب؟ على الاقل بوتفليقه كان يدير دي ميتينغ وكان يتلاقى مع الناس ويدير تجمع. هذا الرجل لم يقم حتى كما يقولوا زياره يعني مدينه من مدن الوطن ويتلاقى مع الشعب ويخرج الشعب يصفق له. راني نشرت فيديو بمدينه سيدي عبد الله، لهذه المدينه الجديده التي احتدثت جنوب العاصمه الجزائر. الرجل الكورتاج تاع الرئاسه فايت ولا واحد في الطريق واقف ولا انتبه على خاطر علاش؟ ما علموا الناس، ما قالوا لهم راه فايت عبد المجيد تبون ما هذيك الطريق، لانهم يعلمون جيدا ان عبد المجيد تبون منبوذ من طرف الغالبيه نتاع الشعب الجزائري، وان لا شرعيه لهذا النظام، لا شرعيه لهذا النظام ولا شرعيه لهذا الرجل الذي عنين من طرف العسكر يوم 12 ديسمبر 2019. لا توجد له شعبيه، وتاكد ذلك من خلال عزوفه عن زياره ولايات الوطن، عن تفقده شفنا الحرائق عدة مرات ما شفناش مشى عند الناس، شفنا الفيضانات ما شفناش مشى عند الناس. إذا
الرجل أو الرئيس الذي لا يتنقل ولا يخرج لمواجهة الناس ولا يصلي صلاة العيد كي يلتقي مع الناس، ولا يعني بكل صراحة حتى لقاء كأس الجمهورية مشاو داروه في النهار والحرارة مفرطة على خاطر باش ما يكونوش الجمهور بزاف، ومشى وعاود. يعني بكل صراحة عبد المجيد تبون فشل فشلا ذريعا في أن يكون رئيسا لجمهورية الجزائر، فشل فشلا ذريعا في أن يقنع الجزائريين بكلامه. والطامة الكبرى هي الخرجات الصبيانية اللي يقوم بها على مستوى يعني لقاءات الصحفية، وين زادوا يعني الناس. وانا هذه معيش كلام وسائل التواصل الاجتماعي، الاتصالات اليومية مع الأصدقاء الإخوة في الجزائر الذين يؤكدون لي أن الرجل أصبح مادة تنكيت أكثر من الشاذلي بن جديد. على الأقل الشاذلي بن جديد والرؤساء اللي كانوا قبل عبد المجيد تبون كانوا يحترمون أنفسهم. هذا الرجل يكذب، يعطي مغالطات، وتأكدوا أنه تم التحضير لإجراء خبرة طبية على قدراته العقلية.